السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ النهاردة، وبس هنقول الأول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منورين ومشرفين اخواتي اللي هيشوفوا الفيديو. هنبدأ بقى وصفتنا النهاردة. هنعمل ايه؟ البانيه بخلطة حلوة وتخلي طعم البانيه حلو ومن غير ما نحط عليه بيض، وهوريهولكوا هيبقى عامل ازاي. ماشي. اول حاجه انا جبت البانيه بتاعنا اهو زي ما انتوا شايفين. عملت له الخلطه بقى بتاعته. ايه، انا ما عدينا الحته بتاعه الخلطه دي بصراحه ما عرفتش اصورها. بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل. وحطينا بقى ايه، توابل بقى بتاعتنا، ملح وفلفل، شويه كركم، شويه كاري، وشويه اللي هي توابل الفراخ. ماشي، مش هنكتر من التوابل علشان ايه، نحس بطعم البانيه كده. وضربنا الطماطم مع البصل مع قرن الفلفل، ضربناه كويس قوي في الخلاط لحد ما بقى عامل زي ما انتوا شايفين كده. خلطة فعلا في منتهى الجمال وتحفة، طعمها كمان جميل جدا جدا جدا، وتخلي طعم البانيه حلو. بصوا، وهتروحي بقى جايبه البانيه بتاعك وتدخلي الخلطة دي كلها في البانيه، ما تسيبيش ولا حتة مش داخل فيها الخلطة دي. والخلطة عاملة ازاي، جميلة ولونها حلو. خلاص ماشي كده، خلصنا من ايه، من اول خطوة. هنحطه على جنب ايه، قيمة ساعة. حطيه على جنب كده ساعة. انا ما توضبي لو هتعملي مكرونة جنبها، على ما توضبي مكرونتك وتعملي حاجتك، وخلي البانيه خالص في الاخر. انا مش هحط له بيض، انا هطلعه من الخلطة دي كده، هحطه على على الفيجيتار. بصوا بقى خلطة الفيجيتار انا عاملاها ازاي. خلينا بقى سيبنا من ده، خلينا في خلطة الفيجيتار بقى عاملة ازاي. اولا انا بروح عند العطار، ماشي، بجيب تمن فيجيتار عفوا، تمن فيجيتار من اللي هو السايب، وعندها بتاع بقسماط بطعم الجبنه. مش عايزه اقولك بيبقى طعمه خرافه خرافه، اللي هو البقسماط بطعم الجبنه ده. بحط ده على ده، وشويه دقيق متبهر من عندي. انا ببقى مبهره شويه دقيق عندي كده وحاطه للضروره، بحط شويه عليه. شايفين الخلطه دي جباره فعلا، وبتبقى طعمها حلو قوي قوي في البانيه. خلاص، بعد ما البانيه بتاعنا يتحط في التتبيله ساعه، هنطلع على طول من الخلطه بتاعتنا، هنحطها في الفيجيتار هنا والبقسماط، وهنسيبه، هنركنه بردك في التلاجة قيمه 10 دقايق على ما الطبقه بتاعتنا ايه، تثبت. وبعد كده هنطلعه ونقليه. انا دلوقتي خلاص خلصت، عرفتكم على المكونات وعرفتكم على الخلطه. هبتدي اتبل بقى البانيه وهوريهولكم بعد ما اتبل وبعد ما يتقلى هيبقى عامل شكله عامل ازاي. بصوا منظر البانيه بعد ما عملته اهو. ده خلاص انا خلصت اهو، بس ما حطيتوش في التلاجة لان انا مستعجله عشان اعمل الاكل على طول، لان انا خلصت واحنا الوقت اتاخر اصلا والمفروض العيال يتغدوا. ادي اول حاجه اهوت احنا خلصناها. بتحطيهم على بعض كده عادي مفيش مشكله. وانت بتقليه حسيت ان هو طري شويه، جنبك الفيجيتار حط فيه وروحي نقله تاني. ماشي. وتاني حاجه بقى الزيت بتاعك لازم تحطيه يبقى سخن قوي، يبقى بيغلي. ليه؟ اول صدمه للبانيه لازم يكون الزيت سخن، وبعد كده هنوطي خالص علشان يستوي. اهو بصي، بص المنظر الزيت عامل ازاي، هو ده اللي انا عايزاه اهو. بعد كده هتوطي شويه النار عليه. الحله التانيه دي من الميه بتاعه المكرونه، انا بحب الحله دي قوي في سلق المكرونه، ما بتلزقش، جميله بصراحه. خلينا في البانيه، ملناش دعوه بالمكرونه، مش هعمل لكم طريقه المكرونه. انا في البانيه اللي من غير بيض، وهوريهولكم هيبقى عامل ازاي. خلاص اهو حطيناه في الزيت اهو زي ما انتم شايفين. ولازم الزيت يبقى سخن جدا جدا جدا، لان الصدمه الاولانيه دي اهم حاجه. وبعد كده وطي بقى ايه البوتاجاز خالص، يستوي من اليمين ومن اليمين.
دلوقتي انا غطيت البوتاجاز اهو، وهسيبه على الوش ده شويه وهقلبه على الوش التاني. هرجع لكم بقى بعد ما اقلبه وتشوفوه. شايفين لون البانيه عامل ازاي؟ سامعين الكروشه؟ بصوا المنظر، بصوا الطبقه اللي هي محطوطه، جميل، تحفه تحفه يعني. جربوا الطريقه دي مش هتندموا، ولا بيض ولا لبن ولا اي ولا اي حاجه. وعامل الطبقه اهي وناشف خالصه. سامعين؟ دي انا بعملها على طول وبيطلع معايا تحفه وبيبقى طري من جوه. الناس تقول لك لا هيطلع طري ومش عارفه ايه، لا بيبقى هيطلع ناشف، لا بيبقى طري جدا من جوه وجميل. وادي شكل البانيه بتاعنا بعد ما خلص. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ده ديكور، لازم تعملوا ديكور كده حلو. ده خلاص اهو، ده شكل البانيه. هو افتح من كده، الكاميرا مغمقه على فكره. كده البانيه بتاعنا خلص. عملنا جنبه شويه المكرونه دول. المكرونه دي انا بعملها تحفه. شايفين المنظر اصلا عامل ازاي؟ دي بقى بحط لها بصلايه، وبحط لها قرن فلفل، وبضربهم في الخلاط انعمها خالص زي الطماطم بالظبط، وحطيها حطها في الطماطم وهي بتتسبك، هتبقى تحفه تحفه. وشويه السلطه اللي احنا عملناهم. وبكده الغدا بتاعنا خلص، وبالهنا والشفا. البانيه معمول من غير بيض ولا لبن. بصوا منظره عامل ازاي، ناشف خالص وطري من جوه. ناشف اهو، طري من جوه خالص وناشف من بره خالص، تحفه. جربوها هتعتمدوا الخلطه دي. خلطه المكرونه جربوها، حطوا بصلايه وقرن فلفل، اضربوهم في الخلاط زي الطماطم بالظبط، وممكن تضربيهم مع بعض. وبالهنا والشفا.